السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين واحسن حال. النهاردة بقى هنقلب البيت محل سمك، وهنعمل شوية سمك مشويين. حاجة كده روعة، اجمل من اي مطعم ممكن تاكلي فيه. بتكات بقى وطعم وريحة، حاجة كده تجنن. من ايد ام يوسف اختي عملت لنا شوية سمك زي ما قال الكتاب. تابع الفيديو وكله تكات، ان شاء الله هتعجبك. وشكل الاكل زي ما انتم شايفين يفتح النفس. بس ما تنسوناش لايكات كتير، واشتراك في القناة، وشير لي الفيديو عشان خاطر ايه؟ الفيديو يبان لاكبر عدد. تعالوا بقى. هي قطعت هنا الطماطم زي ما انتم شايفين، 3 حبات من الطماطم قطعتهم شرايح رفيعه زي ما انتم شايفين. رفعتهم على قد ما تقدر، وعصرت عليهم 3 ليمونات كبار. طبعا انا كنت واقفه وانا اللي شايفه البتاع، وكنت اي معلومه احب افهم ليه فكنت بسالها، بحيث لما اجي اتكلم ابقى عارفه بقول لكم ايه. هي بصراحه بتعمل شويه سمك مشوي في البيت يجننوا. انا عمري ما، يعني مش هقول لكم عمري شويت السمك، بس كنت بشويه بالزيت والليمون. بس بالرده انا ماليش فيه قوي، بس حقيقي طعمه بهرني، عجبني جدا. فحبيت انقل لكم الوصفه زي ما هي عملتها بالظبط، واقول لكم كل التكات اللي هي سالتها فيها وقالت لي عليهم. وقطعت هنا بصلتين كبار، وخدت شويه من خضره مشكله، خضره محشي مشكله، بقدونس شبت كزبره، التلاته مع بعض. خدت منهم شويه كده حلوين، وقطعت عليهم قرن فلفل سبايسي كده حراق. وقطعت البصل زي ما انتم شايفين، اي تقطيعه بتحبي تقطعيها قطعيها. وحطت شويه ملح صغيرين. وبقى بدات كده بايديها كده، وبدات تخلط الخلطه مع بعضها. وخدت هنا معلقتين زي ما انتم شايفين. الخلطه دي، التتبيله دي، اي تتبيله عندك تتبيليها. هي دي تتبيله المحلات. خدنا منها معلقتين كبار. يعني بيبقى توم وتوابل وكلام من ده. فانت بقى اي تتبيله بتحبي تعمليها في البيت اعمليها عادي جدا. هتاخدي بقى التتبيله السمكيه من قلبها. طبعا السمك هنا اللي احنا عملنا بوري وعملنا بلطي. فبصراحة كده الطريقة دي حلوة جدا، وفي نفس الوقت استغنينا عن آلية السمك والزيت. وطبعا انتوا عارفين الزيت مولع نار قد ايه. فعشان تقلي كمية السمك اللي احنا عاملينها دي، عايزالك ازازة زيت كاملة. فانتي بعد غلو الاسعار اللي احنا فيه، وغلو السمك اللي دلوقتي سعره وصل ل60 جنيه، البلطي طبعا البوري ب150 جنيه. انت طبعا مطالبة كمان تضيفي، تحطي بند ازازة زيت، ايا كان بقى سعرها على حسب بتستخدميها نوع ايه. فطبعا شويناه بالطريقة الحلوة دي. وسمك مشوي صحي وطعمه حلو جدا. احنا هنا شويناه بالردة، ممكن تعمليه بالزيت والليمون. بس حقيقي انا بهرني الطعم. اول مرة اكل سمك مشوي بالردة ويعجبني جدا. من افضل الطرق اللي كلتها بصراحة. هي عاملة بطريقة كده الاجداد بتوع زمان، الناس الحلوه دي. واخده تكات من بتاعه المحلات اللي هي الحشوه، الخلطه اللي بتحشي بيها قلبها. وتعالوا بصوا بقى شكل الحشوه من جوه عامله ازاي، تجنن. وهنا الرده بدات تغلف السمكيه من بره بالرده. هي بقى بصراحه بقت تعمل، وانا رحمتني من الوقفه في المطبخ. اول مره حد يجيلي واصطاده كده يعمل الاكل مكاني. لان هي فعلا بصراحه السمك من ايديها طعم تاني خالص. كل الناس اللي بتاكل السمك من ايد شيماء، هي اسمها شيماء ام يوسف، بصراحة طعمه ليه كده طعم وتكات كده في حتة تانية. ربنا يخلي لها ولادها. وتعبتها معايا، بس بصراحة بهرتنا بطعمه. فانتوا بقى امشوا على الطريقة كده، وان شاء الله هتاكلوا شوية سمك تحفة. وبدأت تغلف السمكية زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بدأت بقى بعد ما غلفت السمك بالردة وحطت الصاجة تسخن شوية، بدأت بقى تحضر المية السمك اللي هتسقي بيها السمك بعد ما تشويه. هي عبارة عن ايه؟ شوية خضرة مشكلين بردك من نفس اللي حطينا منها في قلب السمكية في الحشوة. وكام طماطمية قطعتهم اكنها سلطة بالظبط، بس قطعتها صغير شوية. يعني صغرتها شوية عن اللي بتعمليها في السلطة. ايه لازمتها الدقة دي؟ بتطر من السمكية، بتطلع السمكية مشوية طبعا في الردة، فبتبتدي السمكية نفسها تنشف من بره. فلما بتدي تضيف الخلطة دي بتدي طعم حلو، بتدي تتبيلة وطعم حلو للسمكية، وفي نفس الوقت بتدي تضطر السمكية شوية. فزي ما انتم شايفين قطعت الطماطم صغير، وقطعت قرن فلفل سبايسي كده، وعصرت عليها كام ليمونة. وبعد ما عصرت الليمون خلت قشر الليمون، يعني بحيث ينزل الزيوت اللي فيه في قلب المية اللي هتعملها دي. وضافت لها
بدأت تتبلها بقى بعد ما عصرت الليمون، تبلتها بقى، ضافت لها ايه، ضافت لها شوية ملح وشوية زيت، شوية زيت صغيرين، اي زيت عندك. هي هنا حطت زيت من زيت لا قليل عادي، اهم حاجة بس ما كانش ليه ريحة. وبدأت تحط منه شوية صغيرين خالص، يعني حاجة كده نقول معلقتين 3، وشوية ملح وشوية كمون. وبدأت تضيف بقى هنا كوباية مية، كوباية مية كاملة، وتبتدي تديها تقليبة كده وتركنها لغاية ما تشوي السمك. بص بقى شكل التتبيلة عاملة ازاي، طعمها وريحتها حلوة جدا، تحفة. هنا بقى الصاجة، بقى هقول لكم على معلومة الصاجة. طبعا هنا دي عندي صينية قديمة، قديمة خالص، بستخدمها لو في شوي سمك او اي حاجة. هي عملت ايه، مسحت الصاجة دي بشوية زيت، وبعد ما مسحتها بشوية زيت رشت عليها رشة ردة، بحيث ايه السمك ما يلزقش. يعني لما تحط السمكية ما تلزقش، وتراعي ان ياخد يعني مثلا ايه، السمكية ما تقلبهاش وهي نية، لازم تاخد، تحس ان السمكية بدأت تمسك نفسها، تبتدي تقلبيها على الوش التاني. وطبعا هي بدأت تقلبه على الجوانب، السمكية بتتقلب على الأربع جوانب، هتقلبيها على وشها وعلى ظهرها، وفي نفس الوقت على الجنب ده وعلى الجنب التاني. لازم السمكة تتقلب على الأربع جوانب عشان تستوي من كل اتجاه. وطبعا النار بتكون عالية، النار ما تكونش واطية، لازم النار تكون عالية عشان السمكية نفسها ما تلزقش. وادي السمك زي ما انتم شايفين، بصوا، تقلبيه بالراحة كده على مهلك، وبحاجة كده تكون يعني شيالة كده بحيث ما تجرحوش. وتبتدي بقى بعد السمكية ما استوت خالص، كده كده السمك يا جماعة ما بياخدش وقت على النار، السمك اقل نار بتسويه، بس النار تكون عالية وتراعي تقلبيه على كل الجوانب. طبعا بقى الطبق معاكي سيرفيس كده عليه شوية جرجير، شوية طماطم، يعني شوية ديكوريشن كده حلوين يفتحوا النفس. وتبتدي السمكية طالعة سخنة مولعة كده، تبتدي تسقيها بمية السمك اللي عملناها، وبقى حبة سمك يعني يستاهلوا بقكم. جربي الطريقة دي وهتدعولي وتدعوا لها. وشوية رز كده من اللي يفتحوا النفس، عملناهم قبل كده في القناة. واتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، وما تنساش لايك واشتراك في القناة، ودمتم في رعاية الله.